أهلا وسهلا بكم في زابينج 9 مساء. مباشرة نمشيو للنيوز. كيت ماليبر جديد يهبط الأسواق الأيامات القادمة. بداية عودة مهاجرين في أوروبا. بالله يخليو شوية لفرانسيس وطليان. نهاية الباك بلان في الليسي سكولير الكل الأسبوع الفارط. المدارس باظت يا جدعان. التران في الجابون تقولش عليه صالون دوتي، أما في الهند تقولش فيراج المنزل. نبداو جولتنا اليوم بالحصة الفارطة، وين لينا ضيفة ورغم فقدان الابنة اللي حرق لإيطاليا محافظة على خفة دم. سمير بن عمر وقتاش باش يقف بالكرهبة ويكلمني، كل ما نتصل به يقول لي راني نسوق. كلام فاجئ في الحقيقة معز اللي شد الضحك. بودي الجمهور حقيقة ملاحظة للتونسية، الجمهور يكون محايد. سي حسين هكريت مش كان الجمهور مش محايد. نمروا ذكرى النكبة في فلسطين واللي تزامنت مع اجتياح المستوطنين للأقصى، حاجة خلت زعماء العرب يعبروا على غضبهم الكبير منها الاستفزاز. وين الملايين؟ الشعب العربي وين؟ نمروا للسيد رئيس الجمهورية واللي أسوة بالرئيس المصري اللي عمل خطاب مناسبة بداية موسم الحصاد، تكلم الأسبوع هذا على الزراعة. يجب أن تكون لنا بذور، لأننا سرقت لنا بذور ونحن الآن نعيش للأسف الشديد في وضع لا يتصور الناس خطورته لو لا قدر الله. مرة بفتح بطيخة لقيت فيها بذر اسود قربت قوي قوي قوي. نختموا زابينج بالفنان محمد جبالي واللي عمل البوز الأسبوع الفارط بمواهب جديدة ما كناش نعرفوها قبل. كان عندك ما تقول لي انطق يا عباري اقوى منك فوتني لا. أنا فنانة سلطانة، كلامي عسل ومزيانة، أنا قادرة قادرة باش نفتق مواهبي الفياضة وننتشر. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة وعمال. ولم أكن يوم من الأيام وقحة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.